أنا عبد الرحمن حسنين، مهندس اتصالات ومتخصص ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني. هنا وعي رقمي عملي يحمي شغلك وحساباتك بمصادر رسمية. كل حلقة خطوة تتنفذ في 10 دقايق. يلا نبدأ. في الشرح اللي فات احتفلنا سوا بأول دولار قدرنا نحققه باستخدام N10، ودي كانت خطوة ممتازة طبعا. بس النهاردة احنا هننقل الموضوع لمستوى تاني خالص. النهاردة هنعرف ازاي نحول النجاح المؤقت ده لماكينة ربح شغالة لوحدها بشكل اوتوماتيكي بالكامل. بالظبط كده، ماكينة ربح شغالة وانت نايم. هو ده الهدف الأسمى من كل اللي بنعمله. الفكرة كلها مش في إننا نفضل نعمل مجهود كل مرة عشان نكسب، لا، الفكرة إننا نبني نظام سيستم هو اللي يولد قيمة وفلوس بشكل مستمر من غير ما نحتاج نتدخل كل شوية. وعلشان نوصل للمرحلة دي لازم الأول نغير طريقة تفكيرنا. لازم نتحرك من فكرة إننا بنعمل مهمة ناجحة مرة واحدة وخلاص لفكرة إننا بنبني نظام كامل ومستدام ومؤتمت. وهنا بقى بيجي السؤال المهم. دولار واحد ده إنجاز عظيم، مفيش كلام، لكن هل هو قابل للتوسع؟ يعني هل نقدر نكرره ونضاعفه بسهولة؟ الحقيقة إن الشغل اليدوي اللي بيتعمل مرة واحدة ليه سقف ومستحيل يكبر عن حد معين. ومن هنا بتيجي قوة الحل اللي هنتكلم عنه دلوقتي. تمام، يلا بينا ندخل في قلب الموضوع، وهو الفرق الجوهري بين كلمة workflow أو مسار عمل وكلمة system أو نظام متكامل. لما نفهم الفرق ده كويس هنعرف بالظبط إزاي نحول N8N لماكينة فلوس حقيقية. بصوا معايا كده على المقارنة دي عشان نفهم أكتر. الورك فلو أو المهمة دي حاجة بتشتغل مرة واحدة لما احنا بندوس على الزرار، يعني محتاجة تدخل يدوي. نطاقها محدود وبتجيب ربح مرة واحدة وخلاص. لكن السيستم بقى قصة تانية خالص. ده عملية مستمرة شغالة 24 ساعة، بتشتغل لوحدها بشكل آلي تماما. نقدر نكبرها ونطورها بسهولة، والأهم مصممة من الأول عشان تجيب إيرادات مستمرة. باختصار كده الورك فلو مجرد أداة، لكن السيستم هو المصنع كله. وعلشان الصورة تبقى واضح خلينا ناخد المثال البسيط ده. بدل ما كل يوم الصبح نصحى نبعت رسالة تسويق بالعمولة بإيدينا، النظام الآلي يقدر هو اللي يبعت الرسالة دي كل يوم في نفس الميعاد أوتوماتيكيا. تخيلوا معايا حجم الفرق في النتائج والإيرادات على المدى الطويل عامل إزاي؟ طيب دلوقتي بعد ما فهمنا العقلية المطلوبة والفرق بين المهمة والنظام، خلينا ننتقل للجزء العملي. إزاي ممكن نضيف كذا مصدر دخل ونبني بيهم ماكينة الربح بتاعتنا جوه N8N؟ دي الأدوات الأساسية اللي هنبني بيها المكنة بتاعتنا. طبعا N8N هو القلب بتاع المكنة، هو المحرك الأساسي. بعدين عندنا جوجل شيتس أو اير تيبل، ودول عشان نتابع الإيرادات بتاعتنا أوتوماتيكيا، كل قرش داخل يبقى متسجل. وطبعا هنستخدم OpenAI أو GPT عشان يكتبوا لنا محتوى تسويقي زي الإيميلات والمنشورات لوحدهم. وأخيرا منصات زي بريفيو أو جيميل أو تليجرام، دي بقى القنوات اللي هنفتحها عشان نجيب منها أرباح جديدة ونوصل لعملاء أكتر. جميل جدا، بس الكلام النظري ده كله حلو. ازاي بقى كل الأدوات دي بتشتغل مع بعضها على أرض الواقع؟ خلينا نشوف سيناريو حقيقي لماكينة ربح شغالة في مجال التجارة الإلكترونية. تخيلوا معايا السيناريو ده خطوة بخطوة. أول ما عميل يعمل أوردر جديد، N8N بيعرف في نفس اللحظة. الخطوة الثانية بشكل فوري وآلي، N8N بيبعت رسالة شكر للعميل. الخطوة الثالثة بياخد كل بيانات الأوردر ده ويسجلها في ملف جوجل شيتس عشان يبقى عندنا قاعدة بيانات كاملة. والخطوة الرابعة والأذكى إنه بيجدول لنفسه مهمة بعد 7 أيام إنه يبعت رسالة تانية للعميل يسأله عن رأيه في المنتج أو يعرض عليه خصم لعملية الشراء الجاية. كل ده بيحصل بشكل أوتوماتيكي تماما. وهنا بقى مربط الفرس. بالطريقة دي الدخل بتاعنا بيتحول من مجرد أرقام عشوائية بتيجي وقت ما تيجي لدخل ثابت ومستقر نقدر نتوقعه ونبني عليه خططنا للمستقبل. الأتمتة بتخلق نظام ودخل نقدر نعتمد عليه. طيب، ودلوقتي جه الدور عليكم تطبقوا الكلام ده. وعشان الموضوع يبقى سهل جهزنا لكم خطة عمل واضحة ومباشرة من 3 خطوات بس. أي حد فيكم يقدر يبدأ ينفذها من النهاردة عشان يبني ماكينة الربح الخاصة بيه. الخطة بسيطة جدا ومكونة من 3 خطوات أساسية بس. التركيز هنا على التنفيذ المباشر عشان نحول كل الكلام النظري ده لواقع ملموس ونشوف نتائج حقيقية بأسرع وقت. الخطوة الأولى نحدد 3 مصادر دخل عايزين نركز عليهم. ممكن مثلا تسويق بالعمولة، بيع منتجات رقمية، أو خدمات بنقدمها للعملاء كفريلانسرز. الخطوة الثانية لكل مصدر من دول نبني ورك فلو مخصص ليه على N8N. الخطوة الثالثة والأهم نربط كل الورك فلوز دي ببعض عشان يشتغلوا سوا كنظام واحد متكامل. لو نفذنا الخطوات دي صح، النتيجة هتكون أكبر بكتير من مجرد تحقيق ربح مؤقت. النتيجة الحقيقية هي إننا بنبني محرك دخل مستدام، أساس قوي نقدر نكبره ونطوره مع الوقت.
وبمناسبة الكلام عن التنفيذ العملي، حبينا نقدم لكم هدية خاصة جدا، دليل كامل خطوة خطوة مستنيكم علشان يساعدكم تبنوا النظام ده من الألف للياء. الهدية دي هي كتاب بيشرح بالتفصيل الممل كل حاجة قلناها النهاردة. هتلاقوا فيه تعليمات خطوة بخطوة وأمثلة مصورة عشان كل حاجة تبقى واضحة، وقوائم مراجعة بعد كل فصل عشان تتأكدوا إنكم طبقتوا كل حاجة صح. والأهم من كل ده، قالب N8N جاهز للاستخدام الفوري. الكتاب ده كان مدفوع لكن قررنا نخليه متاح مجانا تماما لكل متابعينا. هتلاقوا لينك التحميل في الوصف، وكل اللي بنطلبه منكم هو ألا تنسونا من صالح دعائكم. ودلوقتي بعد ما عرفنا ازاي نبني ماكينة دخل مستمر، فاضل سؤال أخير ومهم جدا. يا ترى ايه هو السر اللي الشركات الكبيرة بتستخدمه عشان توفر ملايين الدولارات عن طريق الأتمتة؟ الإجابة على السؤال ده هتغير مفهومكم عن الموضوع بالكامل، وده اللي هنكشفه بالتفصيل في الشرح اللي جاي. خليكم مستعدين. لو الحلقة فادتك، ادعي لنا بخير وادعي لوالدي بالرحمة. اكتب سؤالك أو الموضوع اللي نفسك نغطيه تحت. المصادر والخطوات في الوصف. اشترك وفعل الجرس ونشوفك في الحلقة الجاية.